ومارسيلو كارلو برولي. إذن هذه اختيارات مدرب المنتخب الإماراتي. في هذه اللحظات تنطلق المباراة على بركة الله ما بين اليمن من على يسار الشاشة باللون الأحمر. تمريرة خذوهات ما تكملش، تعود للمنتخب الإماراتي، مقطوعة من جديد عن طريق قائد المنتخب اليماني. الحديث هنالك عن علي الدقين. يا سلام على التمريرة، يا سلام على العبور، يا عباس، يا عباس، يا عباس، يا فنان، يا فنان، يا فنان، يا رائع، يا اللي مسبب مشاكل في دفاع الإمارات. هنالك يتلقى البطاقة الصفراء. الحديث عن يوسف المرزوقي بعد تدخل من على أقدام اللاعب عباس، وبالتالي ركلة حرة مباشرة من مكان قد أقول بأنه سانح للتهديف، مكان قريب من على خط 18 للمنتخب اليمني، وبالتالي من الممكن أن نشاهد أهداف. تحصل على الخطأ عادل عباس ويريد أن ينفذه بأقدامه اليسارية المذهلة. يسارية مذهلة يا عادل يا عباس، قد تكون بأقدامك وبأقدام ناصر. عادل تصويبة ولكن بعد من الدفاع، خطيرة ما زالت متابعة. يا سلام، يا سلام، ولكن الدفاع الإماراتي يتصدى عادل من جديد. معك في الرواق. نعم، تصل للرواق هنالك عن طريق قائد المنتخب علي الدقين. هنالك مسك. حكم المباراة يقول لك لا شيء، يعطي له مرور، يعطي العبور، يعطي الأولوية. الكرة تصل في عرضية، محاولة للتصويب، خطأ محتسب، ولكن ماذا يقول حكم المباراة؟ لا وجود لشيء. حكم المباراة يعطي مساحة للجانب البدني في أرضية الميدان. الأولى مشاها والثانية عداها، وفي القرارين يقول لا وجود لأخطاء. هذه الثانية عفوا، وتلك كانت الأولى. وبالحركتين وفي اللقطتين وفي الصورتين لا ننسى ذلك أمام المنتخب العراقي، لا ننسى ذلك. وبالتالي من المنتظر أن يقدم عبد الرحمن عبد النبي أيضا كذلك شيئا كثيرا، شيئا كبيرا. تمريرة للجانب الأيمن، وصلت هنالك خطيرة من اليمين، عرضية، محاولة ما زالت خطيرة. هذه تصويبة، الله، حلوة وجميلة ورائعة ومدهشة. والمنهالي يقول لك أنا موجود يا يزن، أنا موجود. لقد عرجت على اسمي، لقد ذكرت بأنني لم أكن موجودا في الدقائق الماضية، لكن أنا هنا أحاول، أروض، أستقبل، أصوب وأشكل كل الخطورة. تصويبة باليمين بعد كنترول مثالي بالصدر. وهنا أيضا كذلك في كأس الخليج حسابات أخرى معقدة، وبالتالي كل بطولة لها رمزيتها ولها رسميتها ولها طابعها ولها ظروفها، وبالتالي لا